بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر وفر مع بناتي. كل لحظه وانتم بخير يا جماعه. النهارده باذن الرحمن المشتريات بتاعتنا النهارده، السوق بتاعنا بقى السوق الشعبي يا جماعه هو بتاع النهارده ان شاء الله. وانا بقالي كام اسبوع بصراحه ما رحتش السوق. طبعا مش عايزه اقول لكم، يعني ربنا يفكها من عنده يا رب. كان شهر 10 ده شهر الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا يكرمنا كده يا رب ويجي الايام اللي جايه تكون احسن يا رب ان شاء الله يا رب. فبصراحه انا كنت بجيب على قد بقى خالص كده وما بروحش السوق كتير وكلام من ده. وطبعا الاسعار غاليه قوي بصراحه. فالنهارده كده قلت لا، انا لازم اروح السوق واشوف الوضع ايه كده واشوف بقى ان شاء الله. احنا بدانا شهر جديد اهو، يا رب يجعله شهر خير علينا ورخاء البشر اجمعين والمسلمين وكل البشر يا رب بحق لا اله الا الله. فالنهارده انا رحت السوق. بقول لكم اول حاجه خالص كنت مش عايزه اجيب حاجه يا جماعه اكتر من ان اجيب الحاجات الاساسيه بس للبيت عندي. يعني انا ما عنديش بطاطس خالص خالص. وطبعا انا قبل يوم ما نزلت المشتريات، يوم ما كنت عند الدكتور وبقول لكم على المشتريات اللي انا جبتها، قلت لكم ان فيه الراجل كان عنده البطاطس وحشه قوي، كانت ب 12 جنيه وب 12 ونص. فالمهم وانا في السوق النهارده لقيت البطاطس ما شاء الله كبيره حلوه هي تيجي. وطبعا انا ما اعرفش بصراحه، ما بعرفش فيها اذا كانت تحمير او صواني او حاجه من دي، يعني اللي هي بتستوي او اللي بتبقى عامله زي البطاطا دي الا لما اجربها. فانا ما اعرفش، فجبتها وقلت هي ونصيبها بقى. المهم ان البطاطس ديت بكام؟ البطاطس دي الكيلو ب 8 جنيه، قال الكيلو ربع ب 10. فقلت خلاص انا جبت كده دول كام يا ربي، دول 4 كيلو يا جماعه. المفروض ان هم ب 32، خد 30 جنيه الحمد لله اهو زي الفل كده. يعني انا كده الوقت اعتبر جبت الكيلو ونص ب 10 زي الفل. طيب جبت كمان الشطه دي يا جماعه اهي، الشطه دي والفلفل كده الكيلو ونص ب 10. ما اعرفش بقى، انا بيتهيألي ان دي غاليه شويه بس يعني ده اللي موجود في السوق والكل عمال ياخد على كده. البتنجان بقى انا عارفه ان البتنجان فعلا يعني شاف له يوم زي ما بيقولوا، انا عارفه ان هو الكيلو ب 10. فالمهم لقيت الست بتقول لي الكيلو ونص، فالحمد لله جبت منها البتنجان اهو. طبعا انا جايبه يا جماعه مش على انه اسبوع واحد بس، لان بجد يعني انا من اللي شفته الشهر اللي فات ده ربنا يفكها يا رب. واكيد كلنا بنقول كده لان كان شهر مدارس، طبعا كان شهر صعب قوي على الكل. فانا قلت لا يعني هيبقى كل حاجه يعني بحدود باذن الله يا رب. وهنزل لكم ميزانيه بكده ان شاء الله، وهنزل لكم منيوهات برضو بنفس الكلام ده ان شاء الله يا رب. فالوقت البتنجان والفلفل والحاجات اللي انا جبتها دي مش هتبقى اسبوع ابدا، هتطول طبعا اكتر من كده، يمكن اسبوعين وثلاثه. وكل واحد اضرب نفسه يا جماعه عشان خاطر الاسعار اللي احنا فيها دي. طيب الطماطم كمان، الطماطم يا جماعه اللي زي الفل ما شاء الله اهي. والله ده التجار جشعين قوي، ربنا يفكها علينا يا رب، ربنا يفكها علينا. الطماطم دي ب5 جنيه، انا جبت 2 كيلو ب 10 جنيه، جبت 2 كيلو بس. يعني حتى نداء بنتي بتقول لي يا ماما كنت تزودي شويه، قلت لها انا ما رضيتش ازود لسبب يا بنتي، لان هتتعمل عندي، هتستوي عندي، انا هجيب كده واحنا ونصيبنا باذن الرحمن يا رب. فانا جبت كده بقول لكم 2 كيلو خلاص ب 10 اهو. طيب الخيار ما شاء الله شايفين، خيار بلدي جميل بيلمع وجميل وناشف ازاي. الكيلو ب5 جنيه. انا ما يهمنيش يا جماعه هو كبير ولا صغير، بس اهم حاجه ان هو يعني طازه خالص كده. الكيلو ب5 جنيه، فانا جبت 2 كيلو ب 10 جنيه زي ما انتم شايفين كده. الجزر بقى روخر اللي الغالي قوي بصراحه، الجزر ده ب 10 جنيه الكيلو، غالي قوي بجد يعني. والكوسه كانت ب 10 جنيه، وعلى ما جيت الف كده وارجع لقيتها بتقول لي بكيلو وربع ب 10، فانا جبت كيلو وربع اهو. طيب وانا داخله بقى السوق يا جماعه، وانا داخله السوق لقيت راجل عمال يبيع خضره، ولقيته والله بيقول لي الربطه ب5 جنيه. قلت له ربطه ب5؟ قمت سايباه من غير ما كلمته ينادي عليا، قلت له والله لو حتى هتقول لي بكام. وقمت رايحه على طول السوق. داخله جوه شويه لقيت راجل عمال يبيع يقول الربطه ب2 جنيه، طبعا كبيره خالص ما شاء الله اهي، والثلاثه ب5. فانا بصراحه انا عاشقه الخضره يا جماعه. يعني انا باكل الخضره طبعا في الاكل ماشي، حتى لو ما فيش خالص انا بقطعها كده واحطها على الفول، بقطعها واحطها في الجبنه زي ما بقول لكم دايما عشان تعمل معايا كميه كبيره، وفي نفس الوقت الخضره جميله كمان. فانا جبت الثلاث ربطات كده ب5 جنيه اهم زي الفل كده ما شاء الله. ولو انا هعمل محشي طبعا انا لسه عندي على فكره ما اشتريتش طبعا كرنب النهارده، لان انا عندي في الثلاجه الكرنب بتاعنا اللي احنا كنا سالقينه مع بعض. فعندي بقول لكم الخضره كده تبقى موجوده اعمل بها برضو باذن الله. حتى لو مش هعمل يا جماعه كرنب او محشي، هعمل بها عجه، هعمل بها اي حاجه، لان طبعا الوقت البطاطس غاليه والبيض غالي، فانا عايزه وجبه تبقى كبيره هعمل بها حاجه زي دي. فالمهم الخضره تبقى مطلوبه. طيب وبعد كده بقى بعد ما جبت الحاجات دي، والاول كمان وجبت السمك ده خلي بالكم،
السمك ده يا جماعه، السمك ده اسمه صوار، سمكه جميله بقى، خلي بالكم. هي السمكه دي ما شاء الله الطازه بقى، اللي هي الحيه اللي بيقولوا عليها، اللي ايه، اللي لسه طازه، ماشي، المجمده، الجميله جميله، والحجم بتاعها ده حلو قوي بصراحه، وطعمها بيبقى حلو قوي. وانا بصراحه كل لما كنت اسال عليها، حتى لما انزل دمياط واسال عليها، يقول لي ب 60 جنيه، اقول استغلاها قوي، وبصراحه اقول لا، يعني بوري يا ربي مش هجيبها. فالنهارده لقيتها مع ست، الله يكرمها يا رب. المهم وبقول لها بكام، قالت لي الكيلو ب 40، ام 60 ب 40. قلت لها طب ما تجيبي لي الكيلو ونص ب 50. المهم قامت قالت لي لا مش هينفع. قلت لها طب خلاص، فمشيت خلاص، وانا بلف لفتي خالص كده وراجعه بقى. فخلاص كانوا اخر حاجه عندها دول والله، لدرجه ان هي كملت لي الميزان بسمكه يا جماعه تانية اهي، اهي، اهي الديل بتاعها أهو. ايوه اللي هي معرفش دي بقى اللي اسمها ايه، اسمها ده سوار، يبقى ديتي سواردي باين، سواردي اهي يا جماعه، شايفين؟ كملت لي الميزان بديتي خلاص. فالمهم انا بقول لكم جابت لي كده دلوقتي اللي موجوده عندها، بعد ما قلت لها ووافقت بقى خلاص وهتديني الكيلو ونص، لقت لسه 3/4 كيلو بالظبط، وكملت بدي كمان، كملت بالسمكه دي. فالمهم ادتني دول بكام، ب 75. طبعا الحمد لله رب العالمين، 75 مش هناكلهم طبعا في يوم واحد، عشان خاطر انا بقول لكم على الميزانيه واليوميه والحاجات اللي احنا بنعملها دي. فالوقتي هنعمل باذن الله ايه، والله اهي في جمبري والله يا جماعه واقع، في جمبري سبحان الله هنا. فالوقت بقول لكم يبقى ده كمان انا جبت كده الوقت باذن الرحمن يا رب، يعني هيبقى على الاقل على يومين ان شاء الله، او يمكن يكون اكتر كمان. فانا بقول لكم راح في الاساس الاول اجيب، يعني زي ما بيقولوا املى البيت الاول بالحاجه بتاعتنا، الاكل والشرب الاول، بعد كده ادور على الفاكهه بقى. الفاكهه رخيصه خير اجيب، ما فيش رخيصه هقول لا بصراحه. من اللي انا شفته انا بقول لكم ربنا يفكها على الكل يا رب، بحق لا اله الا الله، وما يجي عليا لسه شهر زي اللي فات ده يا رب، بحق جاي النبي، ولا ويرخي قوت المسلمين جميعا يا رب. المهم الجوافه دي يا جماعه ما شاء الله، طبعا انت ما اعرفش ليه الجوافه دلوقتي كلها بتبقى فيها مدوده كده وفيها خرام. فالمهم انا نقيت كده الجوافه دي ما شاء الله، قالت لي الكيلو ونص ب 10، دول 3/4 كيلو ب 5 جنيه، بس انا نقيتهم خلاص، قلت لها لاني مش عايزه المستويه، هخاف منها. فانا نقيت دول كده من وسط اللي عندها، جبتهم دول ب 5 جنيه، ب 5 جنيه. البرتقال طبعا، وانا في السوق يا جماعه، وانا لسه داخله السوق لقيت فيه عربيه في المدخل بتاع السوق كده، الراجل بيبيعها، بقول له البرتقال بكام؟ قام قال لي الكيلو ونص ب 10، وفي الكيلو وربع ب 10. قلت له طب ما يبقى ب5؟ قال لي لا. قلت له طب خلاص، لو اما ادخل السوق اشوف. انا دخلت السوق لقيت الراجل بينادي ما شاء الله. انا بموت في البرتقانه بقى اللي بتبقى حجمها صغير دي، وبتبقى ملسه حلوه كده، بحبها قوي. ما بحبش البرتقال الكبير اللي بيبقى ايه كله قشر. فالمهم البرتقال بكام؟ لقيته بيقول لي ب5، ما شاء الله. جبت 4 كيلو ب 20 جنيه زي الفل زي ما انتم شايفين كده. طيب الرمان طبعا يا جماعه، الرمان بنحبه كلنا قوي، وكمان عارفين كصحه كمان، يعني صحي للكل. المهم انا بقول لكم لقيته يعني فيه كده الشقه دي كده وناشف، مش وحش. الست كانت بتقول بكام اهو، يعني في بعض واحده بس اللي هي ديتي، والباقي كله ما شاء الله ساقه اهو، مقفول اهو، اهو، وده مقفوله برضو. قالت لي كانت بتقول الكيلو ونص ب 10. قلت لها طيب ده مفتوح خالص اهوت، هنعمل ايه؟ قالت لي خلاص خدي الاثنين ب 10. قلت لها تمام. قمت منقيه يا جماعه، قعدت انقي فيهم، جبت بس هي دي بس اللي معموله مفتوحه كده، بس على فكره ناشفه ما فيش فيها اي حاجه خالص اهي. فالمهم جبت كده ما شاء الله دول 4 كيلو، جبتهم برضو ب 20 جنيه. والتفاح ده بقى ما شاء الله، تفاح يا جماعه طعمه جميل مرمل خالص زي الفل كده، كيلو ب 20 جنيه. جبت كيلو خلاص. دي بقى الحاجات بتاعتنا النهارده اللي انا جبتها باذن الله يا رب، واللي بقول لكم هتقعد عندي اكتر من اسبوع باذن الله، لان الاسعار يعني ربنا يفكها من عنده يا رب. بنقول هنجيب سمك ولا هنجيب فراخ؟ الفراخ طبعا خلي بالكم في السوق كمان غاليه قوي، الفراخ بقت ب 45 جنيه، وطبعا والبط والحاجات دي اسعار خياليه، بسبب طبعا اكل الطيور والحاجات دي. والله يا جماعه لغايه اقول لكم الفول والطعميه نفسه زاد كمان. الراجل يقول لي الدولار ما اعرفش بكام. طب احنا يا رب يعني لسه ما لحقناش حتى، لا انتوا اشتريتم ولا استوردنا ولا صدرنا، يعني بالراحه علينا شويه. بس هو كده كله بقى، كل التجار جشعين وبياخدوا على الكلمه دي على طول، خلاص الدولار زاد، لا مش عارفه ايه. فالنبي يبقى الواحد يكون هو زي ما بيقولوا وزير الاقتصاد بتاع بيته، كلنا اضرب لنفسنا واضرب دخلنا وكل حاجه. الحمد لله رب العالمين. انا واحده من الناس بشكر ربنا واشكر فضله عليا ان هو عدى شهر 10 عليا على خير، لان كان من اصعب شهور السنه عليا بصراحه والله، والحمد لله رب العالمين. فالنهارده اللهم لك الحمد والشكر يا رب، جبت حاجتي اهو. وبرده زي ما بيقولوا يعني
في مثل يا جماعه بيقول اللي بينفخ، اللي يتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. طبعا اللي احنا زي ما بقول لكم احنا وزيره كل واحده فينا وزيره اقتصاد بيتها. فاللي جرى يعني واللي حصل بقى ان فعلا ما يعني اقف على اني مش لاقيه بطاطس ومش عارفه اروح السوق ومش عارفه اخرج بقى اشتري ولا كلام من ده، والاسعار غاليه وحاجات من دي، هتخلي الواحد بقى ان شاء الله ان يرتب نفسه بقى اكتر من كده كمان. فربنا يفكها باذن الرحمن يا رب ويعديها على خير. وانا مشتريات النهارده مشتريات الحمد لله كلها خير ان شاء الله، وربنا يكرمنا. وانا عارفه ان الاسعار يعني انتوا قولوا لي انتوا اسعار عندكم ايه، بس انا عارفه ان انا النهارده الاسعار الحمد لله. لان اللي انا رحت يا جماعه جايبه على يعني قبل العصر ما فيش، يمكن عمري ما رحت السوق الا كنت على الظهر على طول. فالنهارده رحت كده وقلت انا ونصيبي، فلقيتهم فعلا يعني يعتبروا كانوا بيمشوا. عشان كده برضو الاسعار المهوده والحمد لله ربنا يفكها من عنده يا رب. ان شاء الله نتقابل على خير في يوم جديد وكل خير وبركه يا رب. وكرمنا ربنا كده وادعوا كده ربنا يرخي قوت المسلمين يا رب ويفكها من عنده كده يا رب، وكرمنا باذن الله يا رب. سلام عليكم.